الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها. دنيا الفنون دي جميلة وانتوا اصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها. والفن دنيا جميلة وانتوا أنوارها. ندرس تخصصات التراث الشعبي المصري او الثقافه الشعبيه المصريه بكل يعني اشكالها. بننزل للناس ونسجل منهم الماده الميدانيه، ما الذي يفعلونه في العرف، في عاداتهم، في تقاليدهم الى اخره. فالجانب الميداني هو ما يميز المعهد عن اي دراسات اخرى في الفنون. بندرس في فنون شعبيه علاقه التراث الشعبي بالسينما وبالمسرح وبالموسيقى، وتأثير التراث الشعبي عليهم وبتطور الزمن ليهم برضو للموسيقى وللسينما وكل ده. وكمان بندرس تطور التراث الشعبي مع المراحل العمرية وإن احنا ازاي التراث الشعبي بيتغير. قسم من أقسام مركز دراسات الفنون الشعبية متحف الفنون الشعبية، لأنه في البعثات الميدانية اللي كان بيقوم بها المركز على مدى سنوات طويلة كان بيجمع مادة صوتية وفيديو وتسجيلات وأيضا مادة لتضم للمتحف. على مدى هذه السنوات تم جمع حوالي 3000 قطعة من مختلف محافظات مصر، ولذلك عندنا قطع تكاد تكون نادرة، يعني من واحد سيوة بقى ومن سينا ومن الريف والحضر والمناطق البحر إلى آخره. جاء في قرار المعهد العالي للفنون الشعبية عام 81 أن يضم إليه مركز دراسات الفنون الشعبية، فأصبح مركز دراسات الفنون الشعبية وحدة من وحدات المعهد العالي للفنون الشعبية. ان احنا نهتم بيه، لان المرحله الجايه هي تعتمد على التراث الشعبي بصفه كبيره جدا. ان احنا لو ما اهتمناش بيه التراث بتاعنا هينحدر، لان احنا في تطور مستمر، والتراث بتاعنا مش عليه، مش ثابتين عليه زي الاول، ومش من منبعنا او مش متزنين عليه زي الاول. فالتطور ده هيمحي التراث، فاحنا لازم نهتم بالمعهد ونهتم بالفقرات اللي هو احنا نغذي الروح المصريه، وطبعا تسجيل وتدوين الابحاث اللي احنا بنعملها واللي احنا شغالين عليها، اللي احنا داخلين المعهد عشانها، والعادات والمعتقدات بتاعتنا نسجلها في تاريخنا. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم
من حسن منظرها اللي بدأت الفنون وفي ايدكو اسرارها اللي بدأت الفنون وفي ايدكو اسرارها دنيا الفنون دي جميلة وانتو اصغرها والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها والفن دنيا جميلة